السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. نهار جديد مع فيديو جديد، الناس زوينين، تحياتي للجميع. رجاء بقاو حتى الاخير باش تعرفوا الموضوع اللي غنهضروا عليه اليوم، ونخبركم بالجديد في القضية سعاد الجوهرة مغربية. اخوان الخوت، دعواتكم كاملين مع سعاد، دعواتكم كاملين مع سعاد. ربي يوقف معاها وربي يعاونها في هذه المحنه الشديده اللي هي فيها. رجاء ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. الخوت كتدخلوا تفرجوا ما كتخليوش ليا لايك، خليو ليا لايك. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، راه ما غتخسروا والو. هبطوا ديروا لايك وراكو على لايك، راه ما تخسروا عليا حتى شي حاجه. ولا كنتي كتفرجي فيا لاول مره ما تنسيش تابوني معايا في القناه وتفعلي زر الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد وكل خبر عاجل ان شاء الله. رجاء اعطوني اللايكات واعطوني البارطاج وشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. مهم الاخوان، تحياتي لكم كاملين داخل وخارج ارض الوطن، وخليوا لي اللايكات والبارطاج ديالكم ودعواتكم مع سعاد. ربي يبرد النار اللي قايده فيها، اللي قايده في قلبها، ويهون عليها. وغادي تكون رسالتي اليوم الماجده هاد الخائنه، هاد الخبيثه اللي دارت هاد التصرف الاخوان، واللي كلكم كتشوفوا مفرقع الخايب الحاله البيع لحمه ولحم بنات العالم، كيتاجر في بناته. وكتشوفوا كيفاش كيوجه ليها الرسائل باينه وواضحه. كتشوفوه كيفاش كيلوح ليها الصناره. اه، قال لها غنتزوج بها وغنزيد المرة الثالثة. وهذا الشيء الاخوان هو اللي مفرقع البنانه السريعه مرته الثانيه لبنى. والحرب شاعله بيناتهم لان المفرقع هو اللي مغبر ماجده، وربما راه حاطه في شي بلاصه حتى تدوز الجلسه، وربما هو اللي قايم بها بالاكل ديالها والصير ديالها. يعني انا ما تجينيش غريبه، هو راه مطمئن بزاف في الفيديوهات ديالو وما خايفش نهائيا، وكيذكرها في اللايفات ديالو وفي الفيديوهات ديالو هو مرتاح. يعني حتى هذاك شويه الخوف، 1% ديال الخوف تاع ان ماجده يصحى الضمير ديالها وتبغي تجي تشهد، كتشوفيه مطمئن منه. كيجيب لي يلاه راه مديها لشي دار ومغبرها في شي دار، وكيدي ليها ماكلتها وصايرها، وبارد ليه قلبه من جهتها. وسعاد قالت في الفيديو ديالها الجديد ان ماجده ما عقلاتش عليها وما بغاتش توقف في جنبها وخوات بيها، ومع العلم دارت فيها الخير وما بغاتش تجي تشهد وتقول غير كلمة حق اللي شافته بعينيها تقوله. ونسات الخير، ونسات خير ماء والخير خير سعاد اللي دارت فيها. سعاد دارت فيها خير كثير، وراه قال ليك دير الخير في الكلب وما ديروش في بنادم، حيت بنادم ما يعقلش عليك. وبكريش اخي بالحاله مهني من جهه ماجده، ولكن كنتمنى انها تجي تشهد. ولا كانت هاد ماجده في شي دار وسد عليها هاد المفرقع اخوان، يعني وبارادتها كيفاش غيلقاها القضاء؟ كيفاش؟ وفي هاد الفتره مثلا كيفاش؟ لان المفرقع كيبان لينا نفسه بارده وبارده بزاف من جهه هاد القضيه هادي. ويعني وكيغني عليها، وربما الكومبا اللي نايضه ما بين السريعه والمفرقع بين على قبل ماجده، والله اعلم ثاني الاخوان. مهم الاخوان، البكا ديال سعاد من جهه ماجده راه من الحرقه ديالها، من غبينتها ومن اللي كتواجهه. ماشي من السهل هادشي، راه ماشي سهل الاخوان، هادشي راه ماشي سهل. تجيك الضربه وتجيك المواجهات من كل البلايص، ومن القريب لك ومن البلايصه اللي قريبه لك. ماشي من السهل هذا. راه ما كيعنيش انها سعاد تورطات. سعاد ما كتكذبش ومصره بزاف على الراي ديالها، وحنا معاها والقضاء معاها، وهي واثقه اشنو كتقول وعارفه اشنو كتقول. ماشي كتخيل ولا شي حاجه، راه عارفه راسها اشنو كتقول. راه الشكوك ديال سعاد راه طلعات صحيحه. هذاك الشيء علاش كنقول لكم دعواتكم معها، الله يفرجها عليها والله يبين الحق. يا رب تنصر الحق فين ما كان، وراه الحق يعلى ولا يعلى عليه. ربي يقويها ويعطيها القوه باش تواجه هاد العصابه هاد كروش الحرام. شنيتيكا ورباعتها الله يلقيها ليهم. وحنا كنا مع سعاد قلبا وثقة، وكنتيقوا في سعاد وتيقن فيها. يعني راه ماشي بالساهل اللي كتفرض اللي كتعرض عليه. راكم شفتوا العاقه يسرى،
راه ماشي بالساهل داكشي اللي كتعرض ليه. راكم شفتوا العاقه يسرى بنتها اللي في الخرجات ديالها، والمدلدل البايع لحمه كذلك، والسارحه هاد الايامات راها وخرات المنجل ديالها. ماشي شفقه في سعاد ولا هي ولا شي حاجه، لا هي كيما قالت حق الموضوع ولا تافه. لا، كاينه شي حاجه تما وكاينه ان تما وكاينه شي حاجه كتبخ تما، شي حاجه ما زاكياش. وراهم ما جالسينش اخوان صحابكم، راهم جالسين ما مقصرينش من جهدهم، راهم ما جالسينش وما مقصرينش على جهدهم. وكنأكد لكم المفرقع راه ما قالش الارض، وكيجري ويقول ما جريش. المهم سعاد الله يقويها، الله يقويها. وانتي يا ماجده لا كنتي كتسمعي هذا الميساج سمعي، راه الشهاده ديالك كاينه دابا عند القضاء اللي كتشهدي فيها الصوت والصوره، وانتي كتعترفي باشياء خطيره وخطيره جدا. هذيك السيده كتعترف الاخوان راه اعترفت بشي حوايج، جات عند سعاد وقالت ليه هاش كاين وهاش كاين وهاش كاين، وها راجلك شفتو مع بنتك وهاش كاين وهاش كاين، قالت كلشي. كتعترف الاخوان راه اعترفت بشي حوايج خطيره جدا. وكون كانت سعاد كارياها ولا شارياها كما كتقولوا شي وحدين، وكيتهموا سعاد انها كتبكي وكتطيح الباطل وعطاتها الرشوه، لا كون كان هاد الشيء بصح كانت سعاد ما تطلقهاش رجلها برجلها حتى توقف، ما توقفت لحد القضاء. راه من حقها تبكي، راها مراه وراها ام الخوت، راها دمرات وحياتها، حياتها هي وولادها. راه هي فقدت كل شيء، فقدت الزوج ديالها اللي نقولوا ماشي مهم في هذه الحياه، راه فقدت وليداتها وبنياتها اللي ولدتهم من كرشه. تقول يا سيدي ربي يا سيدي ربي، تقول هذوك الوليدات من كروش الحرام، وتقول دوك الولاد يا ربي السلامه ما عقلوش عليها، وديك البنت ما عقلتش عليها. انت تشوفي الاخر ديال باك، وغتشوفي الاخر ديال باك غتشوفي على عينيك منين غيتشد، وغتعرفي الحقيقه ان باك راه ما كيسواش. ومنين غيتشد شوفي لما تعطي الراس وفين تعطي الراس. وهاد ماجده اللي ما عقلتش عليها ونسات الخير اللي دارت فيها، وهذاك الشيء اللي حلمت سعاد وسهرت عليه، جات بنتها بالليل ونهار من كرشه. للاسف راه ريبت ليها كل شيء مع واحد الراجل مفرقع بكريشه. راه شنو نقول لكم الاخوان، ما بقى ما يعجب. الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. وش غنقول لكم، والله الا العظيم الا انا مصدومه بزاف من هذا الشيء. وكتشوف سبحان الله بنتها اللي من كرشه ولحمه ما عقلتش عليها، وكتخرج في الخرجات ديالها ما كتقول فيها غير من شي حوايج كتقولون فيها. اتقي الله، راه هذيك الام ديالك، واتقي الله ولا تقل لهما افا ولا تنهرهما. إخوان، قال الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه أتم قلبه والله بما تعلمون عليم. هاد الأخت ماجدة اللي عارفة الحقيقة ما باغاش تجي تشهد، راح شومها الإخوان. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. يلا بسلامة عليكم، نخليكم على خير. ايوا جمعوا ديوركم، وجدوا شي شباكيه، وجدوا الصفوف ديالكم، والله يسهل على كل